السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرة الماضية كنا تحدثنا على الحديقة المتواجدة بمقر دائرة الأربعاء. اليوم راح نحدثكم على حديقة أخرى المتواجدة قرب محطة المسافرين خلف متوسطة بوعلام وادفل مورغالوز. الحديقة هذه كما رانا نشاهدوا الأشغال فيها لم تكمل، ما كملوش داروا لها الكراسة وين الناس تريح، على الرغم بانه الاماكن المخصصه وضع الكراسي كما رانا نشاهدوا راهي كاينه الاماكن نتاعها، ولكن الكراسه ما دارولهاش. والحاجه الغريبه ثاني اللي راهي صاريه فيها وما عجبتني صراحه، يعني كل ما نجوز عليها نشوفها، كاين واحد البورطاي قدام محطه جيل قريب قدام محطه المسافرين. البورطاي هذاك فتحوه، ما نعرف شكون فتحوه، ولاو السيارات يدخلوا لداخل الحديقة ولاو يقاريو فيها، يعني ولاو السيارات يدخلوا لداخل الحديقة لداخل وين كاين الغازون ولا باركينغ، يعني ولاو السيارات يدخلوا لداخل الحديقة ودايرين باركينغ، يريحوا فوق الغازو، عفنوه كامل حتى ريحته كامل راحت كما رانا نشوفوا. نرجو من المسؤولين تدخل وتدارك هذا الأمر. بارك الله فيكم.